تخيلوا معايا كده إن في ملياردير بنى كل نجاحاته دي على عادة واحدة بس بسيطة جدا، إنه بيصحى كل يوم الساعة 5 الصبح. طب إيه السر يعني في كده؟ إيه اللي يخلي عادة زي دي تعمل كل ده؟ النهاردة هنفك شفرة الأفكار العبقرية اللي في كتاب نادي الخمسة صباحاً لرابن شارما، وهنكشف إزاي الروتين ده ممكن يحول أول ساعة في اليوم لأقوى سلاح للنجاح. طيب السؤال هنا، إيه بقى سر النتائج الخرافية دي؟ يعني هل هي موهبة الواحد مولود بيها ولا مجهود وتعب ليل نهار؟ الملياردير بتاعنا ده بيقول لأ، الإجابة أبسط من كده بكتير. السر كله في روتين الصباح بس كده. وهي دي بقى فلسفة الكتاب كلها في جملة واحدة: امتلك صباحك وارتقي بحياتك. الفكرة ببساطة إن الطريقة اللي بنبتدي بيها يومنا هي اللي بتحدد شكل اليوم كله، ومش بس اليوم، لأ، دي بتحدد شكل حياتنا كلها. طيب خلونا ندخل في القصة. الحكاية كلها بتبدأ لما 3 شخصيات كل واحد فيهم في حتة تانية خالص بيتقابلوا في مؤتمر عن تطوير الذات. معانا فنانة موهوبة بس محبطة، ورائد أعمال بيصارع عشان ينقذ شركته اللي بتغرق، ومعاهم ملياردير غامض بس متخفي في شكل راجل فقير، واللي عامل كده عشان يفضل متواضع ودايما فاكر إن الفلوس مش هي كل حاجة. بعد ما المؤتمر خلص، الملياردير ده بيقرب منهم وبيقدم لهم عرض، يعني عرض ما يتصدقش. قال لهم بصوا، أنا ممكن أعلمكم السر اللي غير حياتي 180 درجة، بس ليا شرط واحد بس: لازم تقابلوني بكرة الساعة 5 الصبح بالملي. تخيلوا بقى تاني يوم الصبح وهم طبعا مش مصدقين قوي وشاكين في الموضوع كله، فجأة بتوصل عربية رولز رويس تاخدهم لمطار خاص، وهناك بيلاقوا طيارة خاصة مستنيهم وعليها لوجو غريب كده 5AC. طبعا استغربوا وسألوا السواق ايه معنى اللوجو ده. قال لهم بكل بساطة: ده نادي الخمسة صباحا. ومن اللحظة دي رحلتهم الحقيقية بتبدأ. أول محطة اليوم كانت في جزيرة موريشيوس، وهناك الملياردير بدأ يشرح لهم أول مبدأ أساسي. قال لهم يا جماعة، لما بتصحى الساعة 5 الصبح ده بيخلق لك مساحة خاصة كده من العزلة والهدوء. الفترة دي بتضاعف الإنتاجية والإبداع بشكل مش طبيعي. ليه؟ لأنها ببساطة اللحظة الوحيدة في اليوم اللي بنقدر نهرب فيها من دوشة العالم كله ونركز على نفسنا وبس. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا. فكروا كده في طاقتنا الذهنية دي كأنها بطارية موبايل. كلنا بنبدأ اليوم ببطارية 100%. الساعة 5 الصبح القدرة دي بتكون في أعلى مستوياتها، لكن مع مرور اليوم شغل، مكالمات، سوشيال ميديا، كل ده بيسحب من البطارية دي. على وقت الظهر كده تلاقيها وصلت مثلا 40%، وبالليل يا دوبك 15% بس. عشان كده الصبح بدري هو وقتك الذهبي. طيب علمياً بقى، إيه اللي بيحصل في المخ الساعة 5 الصبح؟ الملياردير بيشرح لهم مفهوم اسمه النقص المؤقت لنشاط الفص الجبهي. عارف الاسم يبان كبير ومعقد، بس فكرته بسيطة جداً. معناه إن الجزء اللي في مخنا اللي مسؤول عن التفكير الزيادة والقلق، الجزء اللي بيخلينا نفكر في مليون حاجة في نفس الوقت، الجزء ده بيهدى شوية. وفي نفس اللحظة دي هدوء الفجر بيحفز إنتاج هرمونات السعادة زي الدوبامين والسيروتونين، وده بيدخلنا في حالة تدفق طبيعية، اللي هي حالة بتكون فيها في قمة تركيزك وإبداعك. لسه القعدة على شط البحر في موريشيوس، والملياردير بيشاركهم الدرس التاني. بيقول لهم يا جماعة، كل العظماء اللي غيروا وش التاريخ كان عندهم 4 حاجات بيركزوا عليها، ودي المبادئ اللي بتفصل بين النخبة وبين أي حد تاني، وهي اللي بتخلي إنجازاتهم تعيش للأبد. أول حاجة هي معدل استغلال الموهبة. يعني العظمة مش في إن الواحد يتولد موهوب، لأ، العظمة في إنه يستغل الموهبة دي بالانضباط والممارسة. تاني حاجة التحرر من المشتتات. بدل ما نشتت نفسنا في 20 مشروع كويس، الأفضل نركز على 2-3 بس يكونوا عبقرية، ونقفل على نفسنا من دوشة السوشيال ميديا. تالت حاجة ممارسة إتقان الذات. فكر فيها كده، لو اتحسنت 1% بس كل يوم، بعد سنة هتبقى اتحسنت 365%. وأخيراً تكويم الأيام، وده معناه إن الأفعال اليومية الصغيرة بس المستمرة أقوى بكتير من الأفعال الكبيرة اللي بتتعمل مرة كل فين وفين. وبعد كده الملياردير بياخدهم لمستوى أعمق كمان. قال لهم فكرة إن الواحد يركز على عقليته وتفكيره بس دي مش كفاية. عشان نوصل للإتقان الحقيقي لازم نشتغل على 4 إمبراطوريات داخلية جوانا. الإمبراطوريات ال4 دي هي العقلية، والصحة الجسدية، والصحة العاطفية، والروحانية. فكر فيهم كأنهم 4 عجلات عربية. لو واحدة فيهم نايمة، العربية كلها مش هتمشي صح. تجاهل أي واحدة منهم بيأثر على الباقي على طول. عشان كده النمور الحقيقي لازم يكون شامل ومتكامل.
طب تعالوا نفصصهم واحدة واحدة. أول حاجة العقلية، ودي طبعا أفكارنا وقناعاتنا، ومستحيل حد يحقق نتائج عالمية وهو تفكيره سلبي. تاني حاجة الصحة الجسدية، يعني لياقتنا، وزي ما الملياردير قالهم بهزار، محدش يقدر يبقى أسطورة في مجاله وهو ميت. اللياقة بتدي طاقة وبتطول العمر. تالت حاجة الصحة العاطفية، ودي مهمة جدا لأن المشاعر السلبية اللي بنكبتها جوانا بتدمر أي فرصة للنجاح. وأخيراً الروحانية، ودي ببساطة إن الواحد يتواصل مع قيمه وهدفه في الحياة، وده بيحصل أحسن حاجة في هدوء الصبح. ونيجي بقى للجزء العملي، الجزء اللي كلنا مستنيينه. الملياردير قال لهم إنهم خلاص جاهزين يعرفوا الصيغة السحرية، بس مش في موريشيوس. المحطة الجاية كانت روما، المدينة الخالدة، وهناك كشف لهم عن تركيبة ال20-20-20، الفورميلا اللي بتطبق في أول ساعة من اليوم. ودي بقى هي الصيغة اللي بتتنفذ في أول ساعة في اليوم، اللي سماها ساعة النصر. الموضوع متقسم 3 أجزاء. أول 20 دقيقة من 5 ل5 وتلت دي للحركة، رياضة عنيفة تخليك تعرق. ال20 دقيقة اللي بعدها دي للتأمل، تكتب في كراسة، تتأمل، تخطط ليومك في هدوء تام. وآخر 20 دقيقة دي للنمو، تقرأ كتاب، تسمع بودكاست، أو تتعلم أي حاجة جديدة. وكل جزء من دول وراه سبب علمي. الحركة والعرق بيطردوا هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول من الجسم، وبيزودوا بروتين بيصلح خلايا المخ. التأمل بيخلي الواحد يبدأ يومه بامتنان ووضوح وطاقة إيجابية. والنمو طبعاً بيزود المعرفة والمهارات، وده بيدي ميزة تنافسية وإحساس بالإنجاز. رحلتهم مكملة، والمحطة المرة دي كانت غريبة شوية، سراديب الموت في روما. طب ليه اختار المكان ده بالذات؟ عشان يكلمهم عن أهمية النوم، وعن فكرة إن اليوم الناجح بيبدأ أصلاً من الليلة اللي قبله بروتين مسائي مظبوط. وهنا شرح لهم مفهوم سماه الدورة المزدوجة للأداء العالي. الفكرة إن النجاح اللي بيكمله مش معناه شغل 24 ساعة، لأ، ده توازن بين فترات شغل بتركيز عالي جداً وفترات راحة واسترخاء عميق، بالظبط زي الفلاح. في وقت بيشتغل فيه في الأرض بجد، وفي وقت بيسيب الأرض ترتاح عشان تتجدد وتبقى جاهزة للموسم اللي جاي. النمو الحقيقي بيحصل في فترة الراحة دي. طيب عشان نقدر نصحى فايقين الساعة 5 لازم يكون في روتين مسائي مظبوط. الساعة 8 بالليل كل الأجهزة الإلكترونية بتتقفل. الضوء الأزرق اللي طالع منها ده بيبوظ هرمون النوم. من 8 ل 9 ممكن نقضي وقت مع الأهل، نتأمل أو نقرأ حاجة خفيفة. من 9 ل 10 نستعد للنوم، ممكن ناخد حمام دافي يريح الأعصاب. والساعة 10 بالكتير قوي نكون في السرير عشان الجسم ياخد كفايته من الراحة. في النهاية، رحلة الملياردير دي بتوضح إن العظمة مش حاجة بتيجي بالصدفة. امتلاك أول ساعة في اليوم، وتطبيق صيغة 20-20-20، وتنمية الإمبراطوريات ال4 اللي جوانا، مع التوازن بين الشغل والراحة، هو ده الطريق اللي بيصنع العظماء. والسؤال اللي بيفضل في الآخر هو: يا ترى أول ساعة في اليوم ممكن تغير العالم بتاعنا إزاي؟